بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحباب، نكمل مع أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. لم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، إنما كان يجمع القوة إلى الأمانة. برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا قافلة لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء، فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي: دلوني على محمد، دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر 10 الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا وليدفعوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته، السن بين الثنية والناب، هذه الرباعية، وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركه، فخشي أبو عبيدة إن قتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعض على أولاهما بثنيته، أسنان مقدمة الفم الثنية، عضا قويا محكما، فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. الأهتم أي من انكسرت ثنيتاه، فكان أحسن الناس هتما بعد أن انكسرت ثنيتاه. قد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين وجاءه الموت. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة، فأمنا حتى مات، ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق. فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة. فهل تدري ما الأمر الذي عصى به أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ قد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة ابن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، بلغ فرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. لذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك أن تصبح حتى تركب إلي، وأن أتاك نهارا فإني أعزم عليك أن لا تمسي حتى تركب إلي. أعزم عليك أي أطلب منك بإلحاح وقوة، وأقسم عليك أن تلبي هذا الطلب. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يسبقني أو أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، أي لا أرغب في أن أحفظ نفسي مما يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. لما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون. فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: إني أوصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرأة
لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصراعي هذا الذي ترون. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم أطوعهم أي أحسنهم عقلا وفهما للأمور، أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ صل بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله.